الوضع حاليا حوالينا اظن كلنا حاسينه سواء في مصر او حتى في العالم ككل. ايام مصريه وبخاطب الاودينس المصري، اهلا وسهلا بيكم، منوريني. انا اسمي ميلودي عبدو. انا هنا المفروض بتكلم عن كل ما يخص رحله البحث عن عمل، يعني من كتابه السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين، الحصول على الترقيات، اللي هو المواضيع دي كلها. ولكن في هذا الفيديو I want to address نقطه معينه تساعدنا على يا إما الحفاظ على وظيفتنا في 2024 أو تحقيق الأهداف المهنية في 2024. الشركات تعاني من الشح المالي. أنا بضحك عليه. الشح المالي اللي هو مفيش سيولة أو مفيش ستوك من الفلوس ناتج عن إنه البيع مش موجود، وحتى لو بعنا فالطرف الآخر مش عارف يسد. تبعية ده مخلي الشركات يعني حذرين جدا في النفقات بتاعتهم، والنفقات بتاعتهم جزء منها تشمل مرتباتنا كموظفين. فعشان كده الشركات في 2024 يا اما هتقلل نفقاتها من الشق يعني بتاع مرتبات الموظفين، الا وهو ان هي تعمل داون سايزنج او تستغنى عن ديبارتمنتس بحالها. لما تيجي تعين بتعين بحذر. اوكي، يعني السلكشن بروسيس هتبقى اصعب من الاول. لذا if you want to secure شغل كويس او شغل اساسا، او ان احنا نحافظ على نفسنا في 2024، المهاره الاولى اللي احنا المفروض نكون متعلمينها براكتيكلي بقى، يعني سيبوكم من الكلام بتاع الكتب والحاجات لازم نتعلم ان احنا نتكلم. نتكلم اساسا. if you want to survive 2024 لازم نتعلم ان احنا نتكلم. غير طبعا ان انا اكون شاطره وملتزمه وفعلا قلبي على الشغل والحاجات دي كلها، ده مفروغ منه. لازم بقى اتعلم اتكلم كمان، عشان اولا شغلي يتشاف ويتشاف ان انا ليا فاليو حقيقيه في المكان اللي انا موجوده فيه، او كمان لانه في منظور تاني بقى سايكولوجيكال كده شويه. لو انا موظفه وصاحب الشغل موجود اهو، ما هو صاحب الشغل ده بني ادم برضه، وعليه مسؤوليات وعليه مصاريف وعليه مشاكل، عنده مشاكل وعنده كل حاجه. فالبني ادم ده هو خايف زيه او مرعوب يمكن اكتر مني كمان، ماشي. فلما البني ادم ده يلاقي حد يحس انه مطمن وهو موجود لمهاراته ولشطارته وان هو بيساعده في حل المشاكل والحاجات دي كلها، هيطمن. او بلاش، مش بس هيطمن، هيبقى عايزني موجوده. فلو لا قدر الله هيجوا يمشوا حد، مش هيمشوني. حتى لو انا بعمل شغل كويس وبعمل كل حاجه، في النهايه مهما كتبت تقارير ومهما عملت كل حاجه، ودي مهمه جدا طبعا ولازم ابقى بعملها، ولكن يجب اني اتكلم. انا عارفه ان بعض الناس بتاسوسيت الكلام بالتطبيل، دي حاجه ودي حاجه. اطبل لنفسي ولا لا، ده اكوردنج لمبادئي. طبعا انا اقول لا، ما حدش يعمل كده لانه بتتكشف بسرعه. سيبك بقى من الاخلاق والضمير نسيبنا من كل الكلام ده، بنتكشف بسرعه. لما بنبقى بنطبل على الفاضي بنتكشف بسرعه، ماشي. يعني مش سستينبل، مش حاجه تديني لقدام. انا يجب اني اتكلم عن نفسي وابني علاقات مع الناس اللي حواليا، خاصه اللي هم الناس الكبيره في المكان، بحيث ان هم يبقوا عارفين انه انا مين وشطارتي ايه ودوري ايه وساعدت في ايه وانجزت ايه وحققت ايه. لازم اتعلم اتكلم عن شغلي. حتى لو احنا نظرتنا للمديرين ان هم متوحشين شويه او حاجه، ولكن في النهايه هم بني ادمين وبيحتاجوا الامان زيهم. فكانت دي اول سكيل. تاني سكيل وهي extremely important برضو عشان اسرفايف 2024 كموظف، ان انا اتعلم ازاي يا اما امانوفر الريسك، او ان انا ادافع عن نفسي، stand up for myself في بوليسيز الشركه. يعني مش ان انا بتخانق في الشارع او كده، لا، انا جوه الشركه. يعني العصابات الداخليه بيبقى شكلها ايه والناس بتتصرف ازاي جوه الشركه. يعني فانا عليا اني اتعلم اكون سياسيه كفايه بحيث اني امانوفر اللي هي اللي بيجي يحاول يعمل معايا مشكله ويزقني على جنب ده، او اني لو المشكله جت فيا فعلا، لا بقى ده انا هقوم واحارب انا كمان. يعني انا هقوم اتخانق، بس طبعا الخناق اللي هو بيتصنف جوه الشغل مقبول because سياسات الشركه، وهيتفتح معايا تحقيق واروح للاتش ار والحاجات دي كلها، انتوا عارفين. انا فرونت لاينر او فريش جرادويت ولسه في السنوات الاولى من الاكسبيرينس عامه، يعني ما بيبقاش الموضوع بهذه الخطوره، بيبقى فيه برضو بواخه، ولكن من زمايلنا اللي في نفس مستوانا. غير كده ما بيبقاش فيه قوي يعني. لكن طبعا لو احنا سينيور ليفل، هو الشغل اصلا بيبقى عباره عن كده. يعني هو انا هقول كلام مقرف، انا اسفه، يعني الفاظ معفنه، ولكن يعني مجرمه، معلمه، تقيله كده في المكان، تقيله في المهارات الانسانيه. يعني بعرف اجيب حقي بالسياسه، بعرف افهم الناس ان انا هتيجي جنبي معناها لاي حاجه من اللي انا بقولها دي ليها معنى.
يعني مطلوب حكمه في التصرف ومعاها او حواليها كده قوه غاشمه، اوكي، بحيث ان انا احمي الحكمه دي او احمي مكاني اساسا في الشركه او في الشغل. وطبعا افهم الناس اللي انا شغاله معاها، افهم نوع الاخطاء اللي ممكن يتصيدوني منها وازاي انا اتفاداها. وليتس بي ريل او ليتس بي اونست، طبعا هيكون في مهما حاولت اتفادى او مهما حاولت ابعد عن الموضوع في اخطاء يمسكوني منها، او ممكن يخلقوا حاجه ويدوها لي، يعني عادي مفيش مشكله. في هذه الحاله يجب بقى ان انا اطلع الاسلحه، يعني لا خلاص بقى. So if you want to survive في 2024 as an employee أو تحافظوا على شغلكم في 2024, these are the two of the most important skills بالنسبة لنا كموظفين. أي حاجة تانية دلوقتي سيبوكم منها، غير طبعا الحاجات التكنيكال والحاجات اللي تساعدكم في انكم تلاقوا الوظيفة اللي انتوا عايزينها. يعني لو أنا عايزة أعمل كارير شيفت مثلا ومحتاجة أتعلم المهارة اللي أنا عايزة أروح أشتغل بيها، دي أكيد طبعا تعلموها، يعني مش قصدي على ده، ولكن هم دول حقيقي المهارات اللي محتاجينها، لانه احنا دلوقتي في فتره سرفايفل يعني خناق، سرفايفل يعني موارد محدوده، ويجب عليا ان انا اضمن حصولي على حصتي من الموارد. مالي قلبت يعني حصه اقتصاد كده، مع الحفاظ طبعا على الصحه النفسيه او على سلامه مخي، بحيث ان هو ما ينهارش تحت الضغط. فتره وهتعدي يا جماعه، وكده كده زي ما قلت الشغل موجود وكل حاجه موجوده. انا سعيده ان احنا قعدنا في هذا الفيديو، وارجو انه كان يبقى مفيد باي شكل ما. سبسكرايب، واي بوست 3 مرات في الاسبوع، ان شاء الله تلاقوني كل يوم عشان انا ممله. القاكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. سلامات، باي.